السلام عليكم. دي كلمة قصيرة في حدود 10 دقائق بعنوان سماحة الخطاب في العمل الوظيفي، وتتمحور حول أسس اختيار الكلمة والخطاب في المجال الوظيفي وأثره على الرؤساء والمرؤوسين والتحفيز وحسن التعامل والمطالبة بالمعروف وصناعة بيئة العمل الجاذبة ومعالجة مشكلات التعامل. وتتكون هذه الكلمة من 4 عناصر رئيسية. العنصر الأول مسؤولية الكلمة وخطورتها وأثر الكلمة البالغ في الحياة. العنصر الثاني الكلمة والخطاب وموجهاته وأدواته والدورات التدريبية في الخطاب الرباني في القرآن الكريم. العنصر الثالث الكلمة والخطاب وموجهاته في السيرة النبوية. العنصر الأخير وهو العنصر التجميعي لكل ما سبق، وهو عبارة عن تحليل أدوات الكلمة وأثر الخطاب في صناعة العقلية والعقل الباطن ومستوى السلوك والتحفيز عند الشخص في بيئة العمل، وأثر الكلمة على هذا السلوك وهذا الشخص في ضوء كل ما سبق. العنصر الأول مسؤولية الكلمة وخطورتها وأثر البالغ في الحقيقة عند التأمل في الحياة وكتاب الوحي وكتاب الكون. اتضح لي بما لا يدع المجال للشك أن الكلمة كالسيف بتارة وقاطعة وحاسمة. الكلمة قد تحيي والكلمة قد تميت. الكلمة في الدين وفي القرآن شأنها عظيم. الإسلام كلمة والكفر كلمة، ولقد قالوا كلمة الكفر. الوحدة والسلام كلمة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. العزة والانتصار كلمة، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. القدر كله كلمة، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. وكل جهنم وكل من فيها كلمة وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم. الإيمان كلمة، وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، والانفصال والانقطاع والخبث والانبتار كلمة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. والعذاب كلمة، فمن حق عليه كلمة العذاب. والفصل الأكبر كلمة، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. والتاريخ والتراث كله كلمة، وجعلها كلمة باقية في عقبه. والتقوى كلمة، وألزمهم كلمة التقوى. خطورة الكلمة في الحياة تظهر من خلال هذه الأمثلة. العنصر الثاني التوجيهات الربانية بشأن الكلمة والخطاب، وأذكر فيها 5 محطات فقط. المحطة الأولى القرآن واضح جدا في أنه لم يأمر أبدا في الخطاب والتخاطب وانتقاء الكلمات بانتقاء الكلمة الحسنة، إنما أمر بانتقاء الكلمة الأحسن. قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. والسبب أنه الشيطان بارع في أنه يصنع تأويلات فاسدة للكلمة. عشان كذا ربنا بيقول لنا ما تنطق الكلمة الكويسة، أنطق الكلمة الأحسن، لأن الشيطان قد ينزغ. دي دورة تدريبية بدخلنا فيها القرآن، بيقول لك استعرض قبل أن تتحدث مجموعة من الكلمات المتاحة، المترادفات المتاحة في هذا الموقف والخيارات المتاحة، ثم انتقي أفضلها البعيد، الأبعد عن الإساءة، والأبعد عن التجريح، والأبعد عن التهمة، والأبعد عن توجيه الخطاب السيء لهذا المخاطب. المحطة الثانية القرآن واضح في أن الكلمة قد تبني وتعمر وتزيد، والكلمة قد تدمر وتهدم. والفرق بين موقفين كلمة. والقرآن واضح في موقف عجيب، يعني بين التدمير وبين التعمير كان الفرق كلمة، بين الغنى والفقر كان الفرق كلمة، بين البقاء والفناء كان الفرق كلمة. وكلمة واحدة يعني في القصة ذاتها ربنا بيتكلم على لسان صاحب الزول، بيقول لو كان قلت كده المسألة ما كان بقت كده. وكأن القرآن بيقول لنا الفرق ما بين كل الأحداث المتقابلة هي كلمات تم اختيارها بشكل غير صحيح. قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. اختار كلمة فيها مشكلات، فيها إساءة، فيها تجاوز على رب العالمين، فيها تعدي، مع أنه قد ما كان يلقي لها بالا. صاحبه قال له في نهاية القصة بعد ما اتحرقت وانتهت واتدمرت، قال له: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالفرق بين الكلمتين المسافة القصيرة ما تتجاوز ثواني كانت هي المسافة بين التدمير وبين التعمير. وربنا كأنه بيقول لنا اتدرب ويتمرن في حياتك على انتقاء الكلمات. ربما تختار دي ولا تختار دي، يكون المسافة بين الاختيارين
مسافة بين الموت والحياة. الحاجة الثالثة، المحطة الثالثة، في شعيرة في القرآن دارين نحييها، لازم نحييها في مؤسساتنا، وهي شعيرة النهي عن القول المنكر، شعيرة النهي عن الكلام الشين. ويبقى دي شعيرة نفعلها ونضع عليها مجالس وأدبيات. ربنا نتكلم عنها، نتكلم عن أيوة ننهى، مش تنهى عن الزنا أو السرقة أو القتل، لا، تنهى إنسان عن الكلمة دي، تقول الكلمة دي خبيثة شينة ما حلوة، استبدل بكلمة أخرى. قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. فكونوا بس كانوا في ناس كويسين بيقول له لا الكلمة دي فيها إثم وفيها ذنب، فيها، استبدل بكلمة تانية. دي شعيرة نحن محتاجين نحيا. المحطة الرابعة، القرآن كان عجيب جدا في الحديث عن أن الأصل في التعامل بين أفراد الأمة هو الرحمة والتراحم، واختيار الكلمات والأفعال المبنية على الرحمة لا على الشدة، بل على الرفق واللين والمحبة والانكسار والتلطف والتذلل. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ده توجيه واضح أنه الأصل في خطابنا بيننا وبين بعض التذلل والتودد والتحبب واللين والرفق والرحمة، واختيار الألفاظ بناء على هذا التوجيه. المحطة الأخيرة، الأصل في الخطاب والتخاطب، لا سيما في المجال الوظيفي، حفظ حق الأسبقية، هل بنسميه حس الأقدمية والمرؤوسية، ومراعاة ألقاب الأخوة وبيان الفضل ولو في مجرد السبق أو العمر أو التجربة. القرآن بيقول لك الكلام ده بشكل واضح، أنه تتكلم مع الزول الأقدم منك أو رئيسك أو أسبق منك بأدب. القرآن يتكلم عنه في إطار ينطبق قياسا على كل مجالات التحاور. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يخاطبوا ربنا بصفة الرحمة والرأفة، ربنا إنك رؤوف رحيم. ده الأصل في التخاطب في بين الأشخاص، في الأسبقية، أسبقية في الإيمان، أسبقية في العلم، أسبقية في العمر، أسبقية في القدر، أسبقية في الخبرة، وبالتالي دي توجيهات القرآن الكريم. العنصر الثالث في هذه الكلمة وموجهات الخطاب في السيرة النبوية العظيمة، وأقف فيها في 4 محطات. برضو المحطة الأولى، سيرة بتأمر أمر عجيب، بتقول لك قول كلمة مباشرة وصادقة وشفافة، ما تتلولو، وجميلة ومحببة للنفس، ما تلف وتدور، ما تقول كلمة وانت قاصد حاجة تسيء لذول، ما تطعن، بس ما تطعن بالكلام. وبالتالي ما تقول كلمة الزول يقول لك أيوة انت قصدتني دقيتني بالبارد كده، لا يجوز. في عرف السيرة قال صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيح أخرجه الترمذي وأحمد، قال: ليس المؤمن بالطعان. الطعان ده بيقول الكلمة وكأنها سكينة بيطعنك بها، وقاصد كلمة ويقول لك حاجة تانية، ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أنا في الجزء الثالث الرابع والأخير حوضح كيف إنه علم التنمية البشرية بيثبت أنه كل التوجيهات دي توجيهات بارعة في صناعة الشخصية وصناعة بيئة العمل. المحطة الثانية في السيرة النبوية بتمنع وتحذر من حاجة نحن بنعملها كتير بيناتنا في المجال الوظيفي بالذات، بتمنع من اللوم الواحد ده. ليه عملت الحاجة دي يا أخي؟ ما كان تعمل كده، أنت ليه بس شفت الكلمة دي؟ نحن هسه بنشوفها كده عادية ونوع من أنواع الإدارة وضبط النفس وبين الزملاء بالذات، ما عملت كده، كان تعمل كده. لا، السيرة النبوية قالت ما في لوم في العمل الوظيفي، لا سيما من الرئيس للمرؤوس. الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم على أنس بن مالك قال: ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامني. أصله كله خدمه 10 سنوات أبدا ما لامه. قال لا مش كده، قال: فإن لامني أحد من أهل بيته قال دعوه. ليه كان النبي بيعمل كده؟ هقول الكلام ده في الجزء الأخير بتاع التنمية البشرية. الموقف الثالث، السيرة النبوية بتحذر من الكلمات ذات الإيحاء السلبي واللي ممكن تخدش الطموح أو روح العمل أو الثقة بالنفس أو بسمعة الشخص العام أو الإيحاء بالتقصير أو عدم الفهم. حديث النبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. شوفوا الحديث ده يا جماعة، قال:
فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله أنا فعلته. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم مش بيلومه، ده بيقول لي يعني أنس بن مالك بيكون عمل حاجة كده وداير النبي يفرح بها والنبي هي ما مظبوطة، فما بيجي بيكسر الطموح بتاعه، ما بقول له ليه عملت كده يا أخي، ليه ما عملت كده، ليه بيعمل الحاجة دي. برضو حافصلها في الجزء الأخير من الكلمة بتاعتي. الموقف الرابع في السيرة النبوية أختم به، المطالبة بالحقوق الوظيفية والمالية الخالصة، حق العمال، حق النقابة، حقنا، عرقنا. السيرة النبوية بتقول لا تكون هذه المطالبة بلفظ مشين بل باللفظ الجميل. أخرج البخاري عن جابر ابن عبد الله مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمحا إذا باع سمح وإذا اشترى وإذا اقتضى. اقتضى دي عامة في اقتضاء الحقوق واقتضاء الديون، والله تعالى أعلم. العنصر الرابع والأخير في هذه الكلمة وهو التلخيص، الكلمة وأثرها والخطاب وأثره في العمل الوظيفي في علم التنمية البشرية. شوفوا يا جماعة، الخطاب والكلمة أداة رئيسية من أدوات الإصلاح أو التدمير. وتتفق العلوم الحديثة علوم التنمية البشرية على أن الجزء المعني بالقيم في سيكولوجية الإنسان هي العقل اللاواعي subconscious brain، وهو يتغذى بالترتيب بالكلمة ثم بالصورة ثم بالفكرة. قال تعالى: قل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يؤكد العلم الحديث أن الإنسان هو عبارة عن الكلمات اللي بيسمعها واللي بتتحول مع الزمن إلى قيم في السبكانشس في العقل اللاواعي. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا ألا يبذر بذرة سالبة في عقل اللاواعي لأي صحابي أبدا. ما النبي صلى الله عليه وسلم ما شتم صحابي ولا شتم واحدة من النساء ولا قال لزول أنت غبي ولا أنت ما بتفهم ولا أنت حمار ولا أنت عمرك ما حتبقى زي ولد فلان ولا أنت عامل فاشل أبدا، لأنه حريص على أن يظل العقل اللاواعي اللي بيخزن الرسائل ويحولها لقيم ثم إلى قناعات وإيمان. العلم الحديث بيقول العقل اللاواعي يؤمن بما يسمع كثيرا ويقوم بتفكيك الكلمات ويحولها لقيم. الطفل اللي بيقول له انت ما بتفهم انت ما بتفهم انت ما بتفهم، مع مرور الزمن تترسخ في عقله اللاواعي قيمه انه هو ما حيفهم، وبالتالي بتاثر في عمل. كذلك العامل اللي بتقول له انت غلطان انت ما بتشتغل انت كسلان انت ما بتفهم انت ما عارف انت ما بتسوي، مع الزمن تترسخ هذه القيمه وتصنع عامل فاشل وما بيفهم وما بيقدر يعمل اي حاجه. العقل اللاواعي بيبدا يفكك الكلمات دي ويرجعها لاصولها، ولما يقول له انت سيء ما قدر المسؤوليه بيفهم. العقل اللاواعي بيفهم مع التكرار انه فعلا هو كده، وانه الشخص المتكلم ده شخص معادي ما صديق، وانه يجب انه يتم هزيمته. هذا العدو السيء في هذه البيئه، وهذه البيئه اسميه بالكلمه الطيبه نزرع القيمه الطيبه التي تتحول الى قناعات طيبه وقيم وسلوك وايمان طيب، والعكس كذلك. الكلمه وسيله للاصلاح والتقويم عبر اختيار اللفظ الأحسن اللي بيصنع عقل واعي وعقل لا واعي سليم معافى بيمشي لقدام، بيصنع بيئة صالحة في يدنا زي صاحب الجنة في يده، إنه نحن نحول مؤسساتنا لبيئة جميلة وندعم بعض ونحفز بعض ونمشي لقدام ونتدرب، وفي يدنا باختيار الكلمات نصنع بيئة سيئة، بيئة من الجحيم، ونصنع فيها عداوات ونحطم بعض ونرجع لورا وننتكس وتنتكس المؤسسة. كله في اختيار الكلمة. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.